رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. باقي العيد تقريبا حوالي 8 ايام. شوية نصايح هتعملهم من النهاردة لحد يوم العيد عشان تتجنب انك تزيد وزن في الفترة دي، وكمان تاكل حلوياتك من غير ما تحس بتأنيب ضمير. هتكسر صيامك على ايه؟ مية بس، تجنب التمور، تجنب العصاير، وهتشرب مية من بعد الفطار لحد السحور كل ساعة كوباية مية. اولا هتكتفي ب3 وجبات بس، الفطار سناك بعد الفطار بساعتين، وكمان وجبة السحور. هتاخد نشويات في وجبة الفطار بس، وبلاش تاخد نشويات في وجبة السحور. استبدل نشويات وجبة السحور بانك تزود البروتين شوية عشان نحافظ على الكتلة العضلية. حصتك من نشويات في وجبة الفطار هتكون ازاي؟ لو انت 70 كيلو هتاخد 7 معالق رز او مكرونة او 7 صوابع محشي. لو انت 80 كيلو برضو هتاخد 8، لو 90 9، لو 100 10، وهكذا. تجنب انك تاخد اي عصاير او اي حلويات في الفترة دي عشان تاكل براحتك في يوم العيد. بالنسبة لوجبة السحور هنزود من البروتين، لو بتاخد بيضة هتاخد 2، لو بتاخد 3 معالق فول هتاخد 6. هنزود في كمية البروتين، وكمان دخل خضار والياف في الوجبة دي زي مثلا الخيار او الفلفل او الخس، وممكن تضيف على الفول معلقة صغيرة من الزبدة لان الدهون برضو هتبقى مشبعة معاك تاني يوم. عرفوني في الكومنتات وزنكم كام النهارده، ويوم العيد بعد ما تدخلوا حلويات بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها وزنكم كام برضه. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.